السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى هنعمل اكلة مش هقول ان مميزاتها بقى رخص سعرها وسهولة عمايلها ولذيذة طعمها وجمال شكلها والوقت اللي ما بتاخدوش اصلا في عمايلها. هنعمل النهاردة سردين مقلي بتتبيلة مميزة جدا جدا جدا، هتعشقوا السردين بعدها. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا هنا سردين، السردين ده موجود في الايام اللي احنا فيها بقى، ايام الشتاء. رخيص يعني الكيلو بحاجات بسيطة يعني. هنجيبه هننضفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنشيل الراس، هنشيل البطن، هنشيل الديل. معايا هنا بقى التتبيله اللي انا هعملها، كام فص كده من التوم مع قرن فلفل اخضر مع ليمونتين. هضربهم بقى في الكبه، عايزه تضربيهم في الهون تمام مفيش مشكله. هنزل عليهم بمعلقه من الملح، نص معلقه صغيره من الكزبره، نص معلقه صغيره من الكمون. هنزل عليهم بشويه من الخل. اهم حاجه يا جماعه في الوصفه دي الخل والليمون، اهم حاجه خل والليمون والثوم. ممكن اللي بيتحسس من الثوم او بيتعب معدته ممكن ما يحطش ثوم خالص، عادي يعني يكفي الليمون وكمون وكزبره والخل. اللي بيحب بقى الحاجه حراقه يحط في الخطوه ديت معلقه من الشطه. هاخد بقى معلقه من التتبيله الجميله ديت وهحطها على السردين وهقلبها كده. وده الدقيق اللي انا هعفر بيه السردين. هنزل عليه بمعلقه من الكركم علشان يدي للسردين لون اصفر ذهبي جميل كده بعد القليه، ومعلقه من الملح. وهقلبهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل بقى بالسردين بتاعنا الجميل التحفه واحده ورا واحده لحد ما اغلفه كله بالدقيق. طبعا بقى في الوقت ده هكون انا معلقه على الزيت على النار علشان يسخن. ما ينفعش نحط السردين في زيت بارد، لازم يبقى زيت سخن. بس كده انا عفرت السردين كويس قوي بالدقيق. هحطه بقى في الزيت بالشكل اللي شايفينه ده. شايفين يا جماعه؟ جربوا السردين بالطريقه ديت، جميل تحفه تحفه تحفه. انا ما اتكلمتش عن اهم خطوه في الموضوع، لسه الخطوات جايه كتير. اولهم ان احنا هنقلب بالسردين في الزيت لحد ما ياخد اللون الذهبي اللي احنا شايفينه ده، وبعدين هنخرجه من الزيت وهنحطه بقى على مناديل يصفي براحته. اللي ما عندوش مناديل هيحط على ورق عادي يعني، احنا هنا بنتصرف عادي، بتحصل ممكن نيجي نبص نلاقي المناديل خلصت، نتصرف يعني مفيهاش حاجه. خلاص ده اول دور انا عملته. هعمل بقى الكميه اللي اتبقيه مني. اهم تركايه في الموضوع التتبيله اللي احنا هنرشها على السردين بعد ما يتقلي. يعني احنا ما بنكتفيش بس بمعلقه التتبيله اللي احنا حطيناها على السردين وهو ني، لا خالص، هنرش على وشها كده تتبيله. شايفين بقى شكل السردين عامل ازاي بعد ما اتقلى؟ تحفه 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 والله العظيم بجد خطير. طبعا هرش بقى شويه من البقدونس الاخضر كده لزوم الديكور، وطبعا بيديله نكهه حلوه قوي. ودي التتبيله اللي كانت اللي احنا عملناها في اول الفيديو. هنضيف لها بس معلقه من الشطه عشان يعني احنا بنحبها حراقه شويه، مش معلقه مليانه قوي يعني، يدوب بس تدي نكهه كده من الحرقان. وهمسك بقى التتبيله دي بالمعلقه هرشرشها كده على كل سردينيه موجوده. التتبيله دي طعمها خرافه، بتدي للسردين طعم تحفه جميل جدا. الاكله ديت بسيطه وسهله وسعرها رخيص ومبتاخدش وقت في عمايلها ولذيذه في طعمها. مش قادره اقول لكم، وفيها قيمه غذائيه عاليه لان السردين طبعا فيه من الحاجات اللي هي بتدي طاقه. جربوا السردين بالطريقه دي هيعجبكم والله العظيم تحفه تحفه تحفه. انا واثقه ان الطريقه هتعجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان القناه تكبر بكم وليكم. شكرا حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.